الجيت سكي طبعا ماشي هنا في وسط الناس، يعني انت بتبقى قاعد الجيت سكي قاعد بيلف حواليك. موز عندهم كبير قوي، شكله لذيذ، ممكن ناخد لنا واحده ناكلها. يعني هي دي جزيرة لانكاوي الهادئة اللي كلها سياح. لسه واصلين في مطار لانكاوي، وعندنا في حاجة جميلة قوي. بصوا كده معايا، كاتبين كل حاجة بالانجلش بالماليزي اكيد يعني، وبالمصري العربي باللغة العربية. بيحذروا من التاكسي، موجودين برضو زي ما بيحاولوا نرجر الانتباه، يعني بيعملوا اللي عليهم بصراحة. فحاجة جميلة، كتر خيرهم. من على الشط في لانكاوي حاليا، وصلنا الهوستل ونزلنا البحر. طبعا هنا الشواطئ كلها عامة، ممكن يعني البحر تنزله عادي براحتك، الشواطئ قليلة قوي اللي خاصة. بتدخل تنزل اي هوستل حتى بعيد عن البحر، قريب من على البحر، يعني دول الناس مثلا هنا قاعدين في البيوت قدام البحر على طول، الباب بتاعهم ينزلوا على المية، وعادي انت تيجي من اي حته بعيده تدخل تنزل على الميه تقعد. طبعا ما فيش كراسي، ما فيش خدمه بقى، انت بتخدم نفسك، انت بتجيب مرايتك او الفوطه بتاعتك او اي حاجه تحطها، تقعد تحط حاجتك عليها وتقعد عليها، تنزل الميه تعمل اللي انت عايزه. طبعا البحر هنا عامل زي بحر السخنه بالظبط، يعني الميه بتاعته هاديه قوي، مش ما فيهوش موج عالي، ما فيهوش حاجه، ما فيش سمك قوي او ما شفناش سمك قوي احنا يعني. المية مش نقية زي مية الساحل، بس في نفس الوقت المية حلوة نظيفة، مش مالحة قوي زي في مصر. تعالوا نشوف دلوقتي في لانكاوي الحاجات الصغيرة دي بتعمل كام. أول حاجة احنا جبنا عصير مانجا كلها، شربت نصه يعني، مش طعمها مش غريب قوي يعني. المية بكام؟ المية ب2 رينجت، بس دي صغيرة ولا كبيرة؟ كبيرة ارخص من بتاع العصير. المية هنا دي أسعار مثلا المية المينرال ووتر دي مياه معدنيه، ودي ميه ودرينكينج ووتر. وفي هنا بقى طبعا كل حاجة عندهم. ممكن نبص على الحاجات اللي بتهمنا او تخصنا شوية. عندك مثلا لبن بالشوكولاتة 3.9 رينجت، ستروبري انا اللي مختار اللبن بالشوكولاته 3.9، لبن نفس الكلام. في ايه؟ الكبير مش مكتوب عليه، الصغير ده ب2.5 رينجت. المية بينها طبعا، ده السوبر ماركت. عندهم وصلات ب5 رينجت، وأسعار يعني 9 طبعا متفاوتة يعني. الاندومي لو عايز تجيب اندومي مكتوب عليه هنا اهو. تعالوا نبص كده مع بعض، نحط المانجا بتاعتنا على جنب. ده ايام بالطعم الفراخ ب2.5 رينجت. هوت كاب ده نوع تاني ماجي، ده ماجي ب3 رينجت برضو، يعني اسعار 2.5 3. في حاجات هنا اكبر شوية زي ما انتم شايفين مكتوب عليها مش فاهمينها طبعا، ب3.9، بس فيها احجام كتير، فالاسعار كلها في المتناول يعني. الدنيا مش غالية، حتى المطاعم بره هنشوف دلوقتي اسعارها عاملة ازاي، مش غالية خالص. بس عندهم طبعا شامبوات كتير، حاجات صغيرة، في مثلا لو انت جاي الطيارة وكده فمش عايز تشيل شامبو عشان خاطر ما يتشالش، في ده ب5.9 رينجت. دلوقتي في مطعم في لانكاوي ناكل بقى، هنشوف الاكل عامل ازاي. طلبنا ستاي تشيكن معاها رز، عامله 12 رينجت، والرز 2 رينجت. يعني الفرق طبعا شاسع في الاسعار ما بين المطعم هنا وما بين لسه واصل. ثانك يو. الستاي اهو
7 قطع ب 12 رينج. طبعا البورشن بتاعته حلوه قوي يعني، لطيفه بالنسبه لي. نجربها مع بعض. هي فراخ باربيكيو على اسمه ايه، على يعني على سيخ. ده الرز ده ب 2 رينج. هنجرب دلوقتي الستاي اهو. حلو قوي، لذيذ قوي، طعمه جميل. في كمان اصلا بيجي مع تينا صوص بس انا ماليش فيه، جابه تحفه تحفه تحفه. نجرب معاه رز بجد جميل قوي. اسمها فود بلوجر يا جماعه، بس انا ماليش في الاكل اساسا، بس معنى انا اقول عليه حلو ان هو بجد حلو قوي. بوابه حضرموت، كانوا لسه مشغلين الشيف خالد في النايت ماركت بتاع لانكاوي. رجعنا للعشوائيه شويه، العشوائيه جميله يعني، العشوائيه متوسطه المعتدله. ف الجو جميل، احلى من سنغافوره حتى، مش استوائيه زيها. الدنيا النهارده كانت شمس وحلوه، فبندعي ان باقي الايام يبقوا كده، عشان بيقولوا المطر المفروض تبقى كتير قوي اليومين دول. بيقفلوا طبعا، المطاعم كلها هنا بتقفل الساعه 10 او 11 يعني، احنا خلاص داخلين عليها، فكل حاجه بتقفل الساعه 11، فلازم تبقى عامل حسابك ان البلد بتنام بدري، ما تبقاش يعني بتسهر. ده احنا دلوقتي اهو في محل من المحلات، ده ب 14.9 رينجت شورت، يعني سعره لطيف. الماتيريال بتاعته حلوه قوي، فنضيف يعني. في مايوهات او هي شورتات بس مايو اللي هو من غير شبكه 12.9. الماتيريال بتاعته مقبوله، عشان نقول ان هي جامده يعني، بس مقبوله من اشكال كتير. في ده الشكل احلى بس الماتيريال اضعف شويه، ده ب 10 رينجت، 100 جنيه 110 جنيه، بس مكرمش شويه. جيب ورا. ده شورت يعني، ممكن الهايكنج او حاجه. ده عامل كام؟ 10 رينجت برضو، يعني 100 جنيه. في سكارفات 10 رينجت. حاجات البناتي كتير، 24 12 29 12 يعني، في كتير. في هناك تيشيرتات هنشوفها برضو، في تيشيرتات الماتيريال بتاعتها كويسة أو متوسطة كويسة يعني، بصراحة محترمة مش وحشة. ب10 رينج كلها، وفي حاجات بقى تانية أغلى جوه شوية، بس هنا البيزك بقى اللي هي التيشيرتات بتاعت لانكاوي. ممكن نشتري واحد، ممكن نجيب ده شكله حلو، ممكن نجيب ده. محل عصير لوكال جدا، لقيناه الاسعار بتاعته يعني اي 2 عصير مع بعض ب10 رينجت، واي واحد لوحده ب10 رينجت، فاحنا هنجيب الاتنين مع بعض. نجرب اناناس مع البرتقال نشوف. في ده حاجه اسمها ستار فروت، بس هي ست الصراحه صريحه قالت لنا ان هو وحش، فمش هنجربه. موز عندهم كبير قوي، شكله لذيذ، ممكن ناخد لنا واحده ناكلها. وفي هنا زلابيا فشار هوت دوج، دي برضه اسعارهم انا لسه هبص عليها اول مره. هوت تشيكن باربيكيو 6 قطع ب 8 رينجت. حجم العصير بصوا قد جنب وشي، طعمه الصراحه يعني لذيذ، شكله لذيذ. ده اناناس معاه برتقال، هنجرب. تحفه، طعمه جميل جدا، فريش يعني، هي عاملاه قدامنا يعني. بص احنا مش عايزين بس نختار خصوصيات الناس، بس يعني هي حرفيا عاملاه قدامنا. الخلاط بتحط فيه الاناناس والبرتقال زي ما احنا واقفين، ولا سكر ولا اي حاجه، يا دوب بيخلصوا شويه التلج بس عشان يبقى ساقع، وفريش جوس بجد فريش، لسه طالع من الفاكهه يعني. معانا دلوقتي دراجون فروت، معاها اناناس ومعاها كيوي، 3 مع بعض. شكله عامل ازاي؟ هندوقه. حلو قوي، اول مره ادوق دراجون فروت في حياتي مع الحاجات كلها. لا طعمه حلو بجد، الفاكهه تدخل قلبك بتحبها قوي بجد. لا وده برضو احلى من يعني، الاثنين احلى من بعض. بص تعالى هنا اعمل اي ميكس، احنا هنجرب معانا 4 ايام، هنجرب كل الميكسات الممكنه. اسمه جيكو،
هو الهوستلز هنا يعني احسن مكان تحجز فيه هو في بانتاي سينانج. تروح سينانج كده وتشوف اقرب حاجه، لو لقيته 5 دقايق 10 دقايق مشي من البحر يبقى جميل قوي. طبعا الحاجات اللي على البحر كلها بتبقى ريزورتس او بيبقى حاجات اغلى شويه. فيعني بص مثلا احنا هنا ده باب الهوستل، احنا بنمشي لاخر الشارع ده يا دوب تخش يمين تلاقي نفسك بقيت قدام البحر، ما بنكملش 5 دقايق مشي. بس ده المدخل بتاعه اهو، جيكو جيست هاوس. جيكو ده اللي هو بورس تقريبا او سحليه حاجه. هنا كاتبين ريسبشن والعلامه بتاعه البورس جنبها. المنطقه دي كومن اريا بره، كل حاجه في وسط الشجر جميله بصراحه. عاملين بقى كومن اريا وقعدات كتير. زي بنجهز دلوقتي، صحينا الصبح بدري الساعه 8، طبعا الدنيا هاديه عشان الساعه 8. بنجهز لرحله المانجروف. هنروحها دلوقتي بعد ما نقفل الفيديو ده هتلاقوا على طول دخلنا في المانجروف يعني. وده التيشيرت اللي جبته امبارح من السوق ب10 رينجت. الصراحه الماتيريال بتاعته لذيذه لطيفه وشكله جميل يعني. وصلنا المانجروف. هنبدا الرحله دلوقتي الساعه 10 تقريبا. الدنيا كانت بتمطر شويه من الصبح، هي من الفجر بتمطر بس بعد كده وقفت على الساعه 7 كده، ولسه مطرت شويه واحنا في الطريق، بس ان شاء الله ما تمطرش تاني. ماليزيا. وورانا بقى المراكب اللي هنركبها لسه هنتفرج. تعالوا نشوف الرحلة، شكلها ان شاء الله هتبقى ممتعة، نعيشها بقى مع بعض. Okay, just give it. I don't like. Awesome. That's awesome. وصلنا دلوقتي على الشط في جزيرة احنا منعرفهاش جوه لانكاوي. بعد ما خلصنا الرحلة الفيزيت، طبعا بقى الرحلة بتبقى متضمنة غدا. الرحلة ب80 رينجت برضو، بعد بقى ما انتوا اتفرجتوا على كل تفاصيلها. وده الغدا بتاعنا، ده الغدا بتاعنا. غدانا يا جدعان. يعني حاجة خفيفة على القد يعني، مش حاجة كبيرة، بس فراخ ورز برضو. وبيدوك مع ازازة مية صغيرة ساقعة، دي أهم حاجة عشان الرحلة طويلة. احنا الساعة دلوقتي 1:35 دقيقة، يعني هم قالوا لنا على حسب حظنا هنيجي هنا او مش هنيجي، والصراحة جينا. ده الشركة اللي احنا جايين معاها. الرحلة يعني هو حظنا ان المطرة وقفت شوية فالدنيا بقت احسن، فقدرنا ان احنا نيجي هنا على الشط وممكن ننزل المية كمان. السوق في هنا بيبقى في سوق كل اسبوع. في سوق يوم الخميس في المكان ده، وكل يوم في الاسبوع بيبقى في سوق في مكان مختلف على الجزيره. فاحنا هنشوف بيبقى الناس بتبيع بقى زي بورشنز صغيره من الاكل. احنا اول حاجه جبناها هنا بيعبوها او بيحطوها جوه زي قشر موز. في حاجات كتير قوي بيبيعوا بورشنز صغيره وحاجات كبيره عشان خاطر تقدر تدوق كل حاجه وتجرب. ده اول حاجه عندنا هنا جربناها، رز مدخن جوه جمبري.
ده عصير برضو زي اللي شربناه امبارح. في هنا عندهم طبعا اونلاين بيمنت، ممكن تدفعوا على ماي بانك QR كود وكاش عادي. حاجات كله ب3 او 5 رينجت، الصغير والكبير. ده الحجم الصغير. الحجم الكبير يعني حاجه ضخمه قوي. ده الصغير جبنا بطيخ 3 رينجت هندوقه. الرز والجمبري طلع حراق قوي. في هناك برضو سبوتس في كل حته. هنا هنبقى ندوق شويه حلويات وممكن حاجات حادقه كده ونشوف ايه احلى حاجه فيهم. بيلفوها في ورق يا جماعه، بيعملوا نودلز بيلفوها في ورق حرفيا. مش عارف الناس بتاكلها ازاي، بس يعني تمام. في هنا بقى العصاير، طبعا ارخص بكتير قوي من اللي احنا جبناه. يعني احنا البطيخ ده جايبينه، طبعا اللي هناك كان اغلى. هو كان ب 10 منات، التاني اللي هو كان ميكس، بس كان طبعا حجمه الضعف وفي نفس الوقت ما كان عصير بس، حرفيا عصير بس. ده فيه تلج طبعا وميه وسكر وكده بس. دي يا جماعه بطاطس ب3 رينجت، يعني شوفين انت عامله ازاي. بيحطوا عليها صوص كمان، نشوف بقى طعمها عامل ازاي برضو. Is this spicy? What is it? It's cheese or ketchup, mayonnaise, and what? Cheese? Okay, okay. Okay. Okay, great. Okay. We will take one with all. والله حتى حاجة. Thank you. Okay. حلو قوي. ناعمة كرانشي في نفس الوقت طعمها حلو. حلو قوي مع الصوص كمان والكاتشب والمايونيز والجبنة، طعمها جميل.